صونا التليفون مع الصباح، جاوبوا الجدرمي اللي كان بيرمانونس، قال لي اودي راه عندي محل ديال بيع ديال الزرع، كيبيع الزرع القماح والشعير وهادي، وراه المحل ديالي تعرض للسرقه. ديمارو الطوموبيل ديال السيرفيس وانتقلوا لعين المكان، وصلوا تما لقاو مول الريدو ديال المحل طرلق البينسه وطالع، ما لقاوش العساس، كاين مول المحل بوحدو. دارت المعاينه، تم الاستماع الضحيه مول المحل. ملي تسول السيد قال لك اودي الزرع ما مشات ليا حتى حاجه من الزرع، مشى ليا الكفر فور بوحدو. الكفر فور واش كانت فلوس؟ كانت فيه مبالغ مهمه ما يزيد على 10 المليون. اللي كيمشي الكفر فور بوحدو يعني هاد الناس هادو كانوا عارفين بان الكفر فور كاين تما، يعني كاين الفلوس كتحط تما وسط المحل، يعني ناس اللي قراب، والا ما كانوش قراب راه شدوا المعلومه من شي واحد اللي قريب. اول حاجه كيبدا بها البحث هو الاستماع الى الضحيه. واش كتشك في شي واحد؟ ما كنشكش. ثاني سؤال كيتطرح على الضحيه، واش شاد العساس لهذا الشيء؟ طبيعه الحال قال لك شاد ليه العساس. شكون هو فلان. فين هو؟ قال لك اودي ما لقيتوش. وهذاك العساس كان عنده واحد الكرسي طويل، هذاك الكرسي كاين، الفراش ديال العساس كاين، والعساس ما كاين. فين هو؟ فين تيسكن؟ صافط واحد السيد تعرفو قال لي سير شوف لي العساس. هنا تم الاستعانه بالفرقه ديال الكلاب المدربه ديال الدرك الملكي. جات الفرقه جابوا واحد الكليب بقى كيشم تما، هو يمشي واحد البليصه بعيده على المحل، يديهم حتى يوقفهم على هذاك الكفر فور. هو واحد الحاجه تلقات الكفر فور كيتلقى الفروع بالفاس، شرقوه زول فليسات وزادوا خلاو الكفر فور تما في البلاصه. من موراها غادي يجي هذاك الكليب وغادي يوقف حدا داك النادر ديال القمح اللي كان قدام المحل، مابغاش يتحرك. هذاك السيد اللي صيفطو والمحل العساس قال لي ودي راه مشيت كندق عليه راه ما لقيتوش، راه ما كاينش. قلب داك القمح. المفاجاه هي ان تم العثور على الجثه ديال العساس، مقتول ذبوح وعنده ضربه في الجبهه ديالو، وداروه وسط القمح، طلع عليه القمح. من بعد ما تجبدات ديك الجثه، حنا المغاربه فينا حب الاستطلاع، واي جريمه اي حادثه تسير كتلقى الناس متطفلين ما عندهم حتى حاجه، كيبغيو حب الاستطلاع كما قلت لكم. ومشى عنده واحد وجلس حداه. مادام مشى تما عنده علاقه مع الجريمه، ولكن قائد المركز استعمل الذكاء ديالو. واش بغى يدير؟ واش كتعرفوا هذا السيد؟ قال لي راه ولد البلاد هذاك. اش دار؟ قال لهم هذا خصنا نتبعوه لبعد بلا ما يعرفنا. قائد المركز كاينه جريمه قتل، الا جا شدو تمايا وبدا سميتو غادي ينكر، ما غاديش تبان القضيه، ولكن هو دار ليه عمليه تتبع عن بعد. من خلال عمليه التتبع بان بان هذاك السيد عشيه مشى تلاقى هو واحد الصديق ديالو، صديق حميم ديالو، تلاقى هو وياه ومشاو بجوج واحد البلاصه ديال الشراب وسميتو راه معروفه في فاس في عين الشقف، وبداو تما كيشربوا فلوس. مشاو دخلوا الجدرميه اللي كانوا دايرين لهم تتبع التعقب ديالهم، حتى هما تما بقاو كيتفرجوا. هذوك الجوج ما حاسينش بالجدرميه وتيخسروا في الفلوس، تيفرتكوا في الفلوس. المهم فلوس موجوده، ومن خلال الوضع الاجتماعي ديال هاد الجوج الناس هادو كيسمح لهم باش يمشيو لذاك المحل وباش يخسروا الفلوس بديك الطريقه. يعني كاين شي حاجه من مور داك الشيء، وغادي يكون عندهم شي مصدر منين جابوا الفلوس، لحقاش الخدمه ديالهم كانوا عاديين، عمال عاديين مياومين، ما عندهمش فلوس باش غادي يمشيو لذوك الاماكن وباش يخسروا الفلوس وبداو يشربوا بديك الطريقه. ملي بانت الفلوس على هاد الناس ودارت لهم عمليه التعقب، اعتقلوهم رجال الدرك الملكي بمجرد خروج ديالهم من تما. جابوهم على الشراب، استمعوا لهم الشرفه كنتو البارح في البلاصه الفلانيه كتخسروا الفلوس، منين جات داك الفلوس خصكم تعطيونا المصدر ديال ديك الفلوس. في نفس الوقت دار لهم واحد التفتيش الديور ديالهم. من خلال عمليه التفتيش واحد فيهم حجز عنده في الدار 6 المليون، وواحد فيهم لقاو عنده هذاك النهار واش وقع الجرم، شرا واحد التريبورتور. سولوه جدرمي على التريبورتور، شكون اللي شراه لك؟ شراه ليا الوالد ديالي، هو اللي عطاني الفلوس باش نشري هذا التريبورتور. ولا اللي تلقات عنده 6 المليون ما عندوش، خصو يبين المصدر ديالها، ما قدرش يبين المصدر ديالها. هذاك اللي شرا التريبورتور هذاك القاصر تم الاستماع للاب ديالو، شريف فلان واش ولدك؟ واه ولدي، راه قال لنا بانك شريتي ليه واحد التريبورتور. قال له ودي ما شريت ليه تريبورتور، ما شرا ليا. تحاصر لحقاش خصو يبين منين جاتك الفلوس. الفلوس خصك تبين منين جاتك، ماشي تقول لي شريتي. قلتي لنا باك هو قال لنا ماشي انت. تعمق معاه البحث، المساهمه ديال الاب ديالو
اعترف هذا السيد، قال لك اودي انا وفلان اللي مشدود دابا عندكم معايا وفلان، حنا ثلاثه كنا كنمشيو نجلسوا مع العساس بالليل وكنبداو نهضروا. ناض العساس واحد النهار زلقات ليه واحد الهضره: حاج راه كيخلي فلوس صحيحه هنايا، راه عنده الكفر لداخل، راه كيدير فيه الفلوس. هاد الهضره اللي خرج هي السبب باش يخططوا هاد الناس هادو باش يسرقوا، وملي فاق بهم قتلوه. قال لهم اودي راه جينا على اساس السرقه، السيد ناعس كينعس واحد البليصه راه قريبه حدا المحل، وجينا على اساس نسرقوا بلا ما يحس. وراه جلسنا معاه وضرب شقيفات مع راساتو حتى تقلب وطاح. قلنا راه صافي نعس، ورجعنا باش غادي نسرقوا. جبنا البينسه ثلاثه وطردقنا القفوله ودخلنا. ملي دخلنا كنقلبوا فاق هذاك السيد اللي مشدود معايا، كان عنده واحد السيف كان هازو معاه، اللي ملي كيهز هذاك السيف بالقبضه ديالو كيضرب السيد للجبهه ديالو، كيضربوا للجبهه داخ. السيد تكا، ملي تكا ويذبحوا من الوريد الى الوريد. قال لي عاد هزينا، وملي تذبح راه هزيناه، نقينا الدنيا من الدم وراه درناه وسط ذاك النادر. وانا راه ما دخلتش في هذا الشيء، انا حضرت السرقه، ما قتلت ما دفنت ما درت حتى شي حاجه. قال لي وخلينا الجثه وسط القمح، ذاك النادر ديال القمح اللي ديال الزرع اللي كان، وتهز الكفر فور. وراه كان واحد الفاس هو باش طفر على الكفر فور، وتلقات الفلوس تمايا بالغمالي ملايين تلقات تما، وفرقناها بعضياتنا، وراه جاتنا تقريبا شي 7 المليون لواحد. انا راه شريت داك التريبورتور، وداك الشيء الاخر راه خازنو في واحد البلاصه. تاقلوا معاه، جابوا داك الطرف ديال الفلوس اللي كانت باقي عنده، اللي باقيه عنده، وخزنها. والحاجه الاخرى، الفلوس الاخرى، قال لي اودي مشينا لواحد المحل ديال المشروبات الكحوليه عين الشقف، راه شربنا تمايا، خسرنا هذاك الشيء الاخر. صاحبو تلقات عنده 6 المليون. المهم اعترف، بين الفلوس فين كاينه، ها هي قضيه بانت، بان القضيه شنو فيها. بقى هذاك السيد الاخر راه مشدود، والثالث ما كاينش. فين هو الثالث ديالكم؟ قال لي ودي انا ما كنعرفش. هاد السيد هاد الوليد هذا واش حضر معكم هو اللي قتل؟ قال لا انا اللي قتلت، هو انا وذاك الثالث صاحبي. صاحبك الثالث فينا هو؟ كودي مشى لبني ملال كيقلب على شي حراق تما، راه بغى يحرق يمشي لاوروبا. عندك التليفون ديالو؟ عندي التليفون ديالو. غادي تتصل به، غادي تتصل به وغادي تقول ليه اودي حتى انا راه خالط عليك، راه نايض الغوت هنايا، خفنا لا نتفضحوا، راه حتى انا باغي نحرق. فين راك؟ رانا بني ملال، رانا لقاوني الناس مع واحد الحراق، راه ان شاء الله غادي نحرق نمشي لاوروبا. قال لي حتى انا راه غادي نخلط عليك اليوم ان شاء الله تما لبني ملال، حتى انا راه غادي نحرق صحيبي. راه هادشي راه جدارميه، راه منوضين الهيلاله، راه خفت لا نتفرشوا ونتشدوا وسميتو اللهم نجي حتى انا نحرق معاك. قال لي صافي انا كنتسناك. جدارميه هزوه في الطوموبيل وداوه، مشاو شدوا الطريق من فاس حتى لبني ملال. وصلوا لبني ملال، بطبيعه الحال خصك تعلم رجال الشرطه ان منطقه النفوذ ديالهم تما باش يديروا لك المؤازره. المهم نزل الجدارمي غادي من موراه، قريب ليه، غادي على رجليه، تف 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 تدخل القهوه. كما قلت لكم القهوه راه فيها البوليس كانوا تما. دخل مشى عنده سلم عليه، السلام بخير لاباس، يلاه جلس في الكرسي. طاروا عليه البوليس شدوه، التحقوا رجال الدرك الملكي اللي كانوا غير تما قراب، صافي دار ليه المينوط، تهز شد الطريق. ملي وصلوا الاعترافات كاينه، دار اعاده تمثيل ديال الجريمه، قدموا امام انظار السيد الوكيل العام بعد الاستطلاق ديالهم حالهم على التحقيق دار لهم الايداع، وبقى كيستدعيهم قاضي التحقيق حتى بانت الحقيقه بالتفاصيل ديالها كامله. وراجل الملف ديالهم امام في المحكمه، وكان صدر في حقهم حكم نهائي اللي كان 30 سنه دوك الجوج اللي كانوا ذبحوا داك السيد. وهذاك القصير كانوا دا 15 سنه سجنا نافذا، لحقاش ما شاركش في القتل، هو شارك غير في سميتو في الجريمه ديال السرقه، اما القتل ما كان عنده فيه حتى يد. الاخرين دوك الكبار هما اللي قتلوا، مشاو 30 والاخر مشى ب 15 سنه، واسترجع واحد الطرف ديال الفلوس. بطبيعه الحال واحد الطرف مشى، وتم الكشف ديال الخيوط ديال هذا الجريمه.